أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجريء، البرنامج الذي لا يعرف التجميل ولا يجيد المجاملات، البرنامج الذي يقول ما لا يقال ويكشف ما تم التستر عليه طويلا. مرحبا بكم في برنامج المسكوت عنه في التاريخ. لن نتكلم عن خلافة ولا حروب ولا دماء، بل سنتحدث عن عقل من خارج السرب، عقل جاء من أقصى الشرق، من بلاد لا تدين بالإسلام ولا تتكلم بالعربية. إنه نوبوكي نوتوهارا، الكاتب والمترجم الياباني، ولد عام 1940 وأمضى أكثر من 40 عاما من عمره منغمسا في العالم العربي. لم يكن سائحا ولا زائرا عابرا، بل عاش بين العرب، تعلم لغتهم ودرسها وقرأ آدابهم وترجم روائع الأدب العربي إلى اليابانية. لكن المفاجأة الكبرى لم تكن في ترجماته، بل في كلماته. في كتابه الناري الشهير العرب وجهة نظر يابانية، أطلق نوتوهارا أحكاما صادمة وانتقادات لاذعة لمجتمعاتنا وعاداتنا وديننا ونظامنا الأخلاقي، بل وصل إلى القرآن ذاته. قال نوتوهارا: العرب مسلمون ولكنهم لا يطبقون الإسلام. هناك انفصام بين ما يقال وما يمارس. لا أحد يقرأ القرآن قراءة واعية، بل يستعمل كرمز سطحي للقداسة. وفي موضع آخر: لم أر في المجتمعات العربية عدالة حقيقية مستندة إلى القرآن، بل رأيت أن الدين يستخدم لتبرير الاستبداد وتخدير الضمير الجماعي. ويتساءل: لماذا لا ينتج المسلمون العدالة؟ ولماذا يتذرعون بالدين في كل كارثة أخلاقية؟ بل يذهب أبعد من ذلك فيقول: القرآن يتحدث عن القسط، ولكن واقع المجتمعات المسلمة هو القهر، لا يعرفون إلا الطغيان. قال: الفساد جزء من النظام، والرشوة أمر اعتيادي، والعدالة خرافة. المواطن العربي مسلوب الإرادة، لأنه نشأ في بيئة لا تعرف إلا الخوف والمداهنة والكذب الاجتماعي. وقال أيضا: في العالم العربي الأخلاق تتجزأ، هناك أخلاق داخل البيت، وأخرى في الشارع، وثالثة في العمل، وكلها قائمة على النفاق. المجتمع العربي يفتقد إلى العدالة الاجتماعية. الإنسان العربي لا يشعر بأنه يعامل بإنصاف، سواء في المحكمة أو في الشارع أو في الدوائر الحكومية. عندما يتعود المواطن على الخوف ويعيش في دولة لا تحترم حريته، يبدأ هو نفسه في ممارسة القمع على الآخرين. العرب مسلمون ولكنهم لا يطبقون الإسلام. هناك انفصام بين ما يقال وما يمارس. المواطن العربي لا يثق بالحكومة، والحكومة لا تثق بالمواطن. العلاقة بين الطرفين علاقة عداء أو حذر دائم. في المجتمعات العربية لا يسمح بانتقاد القائد أو حتى السؤال عن قراراته. يتم تحويلنا الحاكم إلى رمز مقدس، وهذا جزء من ثقافة التبرير التي تمنع التفكير. في المجتمعات العربية المثقف إما أن يصمت أو يهادن أو يهاجر. تساؤلات نارية: ما الذي يجعل المجتمعات المسلمة تبدع في الشكل وتفشل في الجوهر؟ هل نحن متدينون حقا أم فقط نقدس الرموز؟ لماذا لا ينتج المسلمون أنظمة عدالة حقيقية؟ هل القرآن فهم بطريقة تؤدي إلى العدل أم إلى التسلط؟ ما الفرق بين الإسلام المحمدي والإسلام الذي نراه على الأرض؟ هل الإسلام مسؤول عن أخلاق المسلمين أم المسلمون شوه الإسلام؟ لماذا يغيب الضمير عن تفاصيل الحياة اليومية؟ هل العيب في الدين أم في المتدين؟
كيف نفسر التناقض بين صلاة الجماعة وظلم الناس؟ لماذا نكثر من الاستشهاد بالقرآن ونقلل من تطبيقه؟ هل المشكلة في تفسير النصوص أم في العقل الذي يفسرها؟ لماذا لا ينتج المسلمون فناً حراً ولا فكراً ناقداً؟ هل المسلم الفردي في الغرب أرقى من المسلم الجماعي في الشرق؟ لماذا لا نحترم القانون في بلادنا ونلتزم به خارجه؟ هل الشريعة الإسلامية قاصرة عن إنتاج نظام حديث؟ ما مدى تأثير الثقافة القبلية في إفساد الإسلام الأخلاقي؟ لماذا نخاف من السلطة ونقدسها؟ هل التدين المظهري أكبر آفة في مجتمعاتنا؟ هل نجح المسلمون في بناء إنسان حر؟ أين ذهبت كرامة الإنسان في بلاد يرفع فيها الأذان 5 مرات؟ أسئلة موجهة إلى السادة المشاهدين. هل تتفق مع الكاتب نوبوكي نوتوهارا؟ هل أخلاق المسلمين في بلادهم تختلف عن أخلاقهم في الغرب؟ هل المسلمين فقط هم من يعانون من انفصام أخلاقي؟ أم أن المسيحيين العرب مثلهم؟ هل هذه الأخلاق نتيجة لتعليم القرآن؟ أم لتعليم المجتمع؟ هل النبي علمهم هذا؟ هل الشريعة تخلق العدل أم تبر الظلم؟ هل الشارع العربي هو المسؤول عن الانهيار الأخلاقي؟ هل الدين هو غطاء لأزمة أعمق؟ ما الفرق بين الإسلام كدين والممارسات التي ترتكب باسمه؟ هل حان الوقت لنقد داخلي بدلاً من اتهام الغرب بكل شيء؟ نوتوهارا لا يهدف إلى الهدم بل إلى الصدمة، إلى زلزال يحرك العقول ويوقظ الضمائر. نحن لا نقدس أفكاراً ولا نخاف من الأسئلة. نحن هنا لنقول الحقيقة كما هي بلا تزييف، وهذا ما نفعله هنا في المسكوت عنه في التاريخ. إن كنت تعتبر ما قلناه تجديفاً أو وقاحة فاسأل نفسك، هل المشكلة فينا أم في المرآة التي عكست وجهك الحقيقي؟ المصادر: نوبوكي نوتوهارا، العرب، وجهة نظر يابانية، ترجمة ناصر الحراسي. مقالات حوارية مع نوتوهارا منشورة في جريدة الشرق الأوسط ومواقع ثقافية يابانية. أرشيف محاضرات نوتوهارا في جامعة طوكيو. مقابلات مترجمة له مع طلاب عرب في اليابان، منشورة في مجلة اليابان اليوم.